3 الفجر بتوقيت جرينتش، 6 صباحا بتوقيت مصر. الذهب فتح عند 3365 وده تحت منطقة المقاومة الرئيسية 3375. وقلت لك الذهب اسمه الملاذ الآمن. كان امبارح السوق شغال عرضي ما بين 3359 و 3376، يعني الذهب كان طول اليوم امبارح شغال في نطاق $17 لأن كانت الأمور هادية. النهارده من حوالي ساعتين او 3 تقريبا مع بدايه اليوم لقينا الخبر ده. ترامب اقال ليزا كوك احدى اعضاء الفيدرالي الامريكي بتهمه الاحتيال في احد قضايا الرهن العقاري. وزي ما انت شايف كده ان بقى في مخاوف، وطالما في مخاوف الملاذ الامن بيشتغل. وده اللي حصل، ان احنا وصلنا الى 3381 وادنى نقطه وصلنا لها النهارده كانت 3351. معنى كده ان احنا في الخمس ساعات دول اتحركنا حوالي $30. الذهب احترم منطقة المقاومة الرئيسية عند 3375 وطلع لغاية 3381 وشغال النهارده حواليها. على مدار اليوم هحدث اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي او الفني.